احنا متضررين قانون 73. احنا بيوتنا اتخربت، لا عارفين ناكل ولادنا ولا عارفين نوديهم مدارس. نوصل صوتنا لمين؟ انتوا ذبحتونا، انتوا رميتونا في الشارع. لما يبقى واحد عنده 50 سنة بيخدم البلد وبيخدم مصر وبيخدم الريس، واحنا نزلنا انتخبناك عشان تحمينا، انت شرطتنا وشرطت عيالنا ورميتنا في الشارع. اتخرب بسبب بول، بيتنا اتخرب بسبب شخة. ازاي اسمعونا، الرئيس المفروض يسمعنا ويحس بالشعب. فين حقوق الانسان اللي حضرتك بتطلع تقول حقوق الانسان؟ ولادنا المصري، ولادنا اتوصموا وصمة عار. ليه؟ واحنا اتوصمنا وصمة عار، مش لاقيين ناكل. اقل حقوقنا في الحياه ان احنا ناكل ونشرب، احنا مش لاقيين ناكل ونشرب. ونعلم ولادنا نعلم ولادنا من المدارس. ارحمونا واسمعونا وبصلنا. احنا في شركات ما بتكلفش الدولة حاجة، احنا في شركات بترول اترمينا في الشارع. احنا اللي بندي الدولة فلوس واحنا اللي بندي الدولة البترول. بصولنا وارحمونا يا جماعة، عايزين اعادة تحليل. قانون 73 ده اللي هو فصل الموظف اللي بيتثبت ان هو بيتعاطى مخدرات. فحضرتك واقفة بتقولي بيتنا اتخرب وانتوا خربتوا بيتنا ورميتونا في الشارع. هو في الحقيقه يعني حضرتك هو اللي خرب البيت اللي تعاطى المخدرات، اللي ما قدرش المسؤوليه اللي هو فيها، ده اللي خرب البيت. ده يعني كده اسلوب وحش جدا، اسلوب زباله، يعني شخه وبول وبتاع، طريقه مش كويسه. النقطه اللي انا عايز اعلق عليها، عايز حقوق الانسان وارحمونا وارحموا عيالنا. جوزك جوازكوا بقى، مش جوزك، جوازكوا ما رحموش عيالهم ليه؟ انا كان ممكن اتفهم ان التحليل فيه حاجه غلط لو حاله فرديه، لكن انتوا واخدين بالكم دي مجموعه ستات، يعني مجموعه اشخاص. يعني انا مش فاهم، يعني المجموعه دي كلها تحليلها غلط، المجموعه دي كامله تحليلها غلط. تقول لك احنا اللي بندي الدوله البترول، بتدي الدوله البترول جايباه من البيت يعني عندك؟ ما برضو اسلوب يعني غريب جدا. احنا بندي الدوله فلوس ايه؟ حضرتك موظفه ولا جوزك موظف زيه زي اي بني ادم في البلد. واحترم بقى وظيفتي اللي انا بشتغلها دي، احترمها واحترم الناس اللي انا شغال معاهم واحترم البلد، بدل ما اطلع هاجم البلد عشان طبقت القانون. هو النهارده انا كان ممكن اتفهم اقول ايه، طب دي حاله، لكن زي ما انتم شايفين كده كلهم كام واحده واقفين، يعني مجموعه حالات وبيطالبوا باعاده التحليل. إعادة التحليل إيه؟ ده تحليل مخدرات. ظهر في التحليل مخدرات. يعني أنا يعني مش قادر، يعني بص، يعني أنا بس هو اللي ضايقني الأسلوب. يعني هحط احتمال 1% ممكن يكونوا مظلومين. يعني ماشي، في حاجة غلط في التحاليل بس مش كلهم، يعني بس برضه غريبة، يعني التحاليل كلها طالعة بايظة. هحط الاحتمال ده، لكن الأسلوب مش كويس. الاسلوب قذر جدا. احنا اللي بندي البلد، احنا اللي بندي البلد بترول من البيت، يعني عندكم في البيت وبتدونا خيركم علينا. يعني احنا شغالين في وظيفه ما بتكلفش الدوله حاجه. مين قالك ان الوظيفه ما بتكلفش الدوله حاجه؟ حضرتك موظفه، جوزك موظف، تعملوا شغلكم وشكرا. انتوا بتعايرونا ان انتوا بتشتغلوا. يا جماعه الناس دي عقلياتها عامله ليه كده؟ يعني هو احنا ليه بقينا كده؟ ليه بقينا كده؟ انا بصراحه يعني الاسلوب اللي كلمت بيه مخليني حتى مش قادر اتعاطف. يعني انا يعني الفكره كلها في ايه؟ ان طريقه الاسلوب مخليني مصدق التحاليل. والله هنجوع وهناكل. طب دي مشكلتنا احنا؟ جوزك اللي كان يحافظ على بيته او جوازكم كانوا يحافظوا على بيتهم ويتقوا الله في نفسهم وفي عيالهم وفيكم وفي شغلهم وفي دنيتهم وفي ربهم، بدل ما تطلعوا تقولوا لنا بناكلكم وبنديكم واحنا اللي بنشغل واحنا اللي بنجيب بترول من عندنا واحنا اللي بندي الدوله فلوس وشغالين شغل ما بيكفيش الدوله. وفين حقوق الانسان؟ حقوق انسان ايه؟ حقوق ايه اللي بتقولوه دوت؟ يعني الطريقه نفسها بتثبت صحه التحاليل بصراحه. يعني الطريقه اللي هي بتتكلم بيها تثبت صحه التحاليل. يا جماعه انا عايز بس ايه، يعني نقف مع نفسنا كده. يعني قبل ما نتكلم ونغلط ونقول كلام نتحاسب عليه. احنا يا راجل انتخبناك عشان تحمينا، يحميكم من ايه؟ يعني انا اروح مثلا اجيب مخدرات واتقفش بيها
واروح اتحبس واقول له يا ريس انت ما حميتنيش، ما انا غلطان، انا غلطان، يبقى يحميني ازاي؟ ما انا اللي عملت الغلط. هو انتوا مش عايزين القوانين تتطبق؟ يعني ده المعنى. خلاص مصر ما تطبقيش قوانين، يلا، عشان الست هانم وجوزها بيشتغلوا موظفين وبيطلعوا بترول من بيتهم وبيدوهولنا وبيدوا الدوله فلوس، هما بيدوا الدوله فلوس. ايه الاسلوب ده وايه الكلام ده وايه الطريقه دي؟ للاسف انا قلتها كذا مره قبل كده، احنا شعب لو اتحط لنا نظام او قانون نعيا، يعني نعيا بجد والله. يعني رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه احنا بنمر بيها، لكن برضه هو الاساس النظام. احنا ما النظام بيزعلنا، النظام بيزعلنا. انا النهارده مش مطلوب يبقى واحد بيتعاطى مخدرات واحطه في وظيفه، يعني ما هو هيضر المجتمع كامل حضرتك، هيضر المجتمع كامل. يعني هو كفايه، هو انت بتصوتي عشان ضرك وضر عيالك ومش لاقيين ناكل وبتصوتوا وبتعملوا، طب يعني خليه كامل، يعني يضر المجتمع كامل، يعني يعمل حاجه تعمل كارثه؟ مش صح يعني. فعايزين كده يعني نهدى شويه على نفسنا، ولما نشوف غلط ما ندافعش عنه، لان احنا لما بندافع عن الغلط بيبقى خلاص امر عادي وبقى حق مكتسب والامور مشيت زي كده. فاشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.